بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية نحب نهني الشعب الليبي على الإنجاز العظيم اللي هو تسليم السلطة السلمي اللي تم في ليبيا، وهذا الإنجاز الديمقراطي العظيم نادر وقليل ما نشوفوه يعني في دول العالم الثالث، فنهني الشعب الليبي بالكامل على هذا الإنجاز العظيم. طبعا أنا أحد المصابين في دولة كندا، وأتممت مرحلة العلاج اللي دامت مدة 5 شهور. وطبعا الإصابة عندي اللي هي عملية، عندي بتر يد وعندي قطع عصب في اليد اليسرى. دامت مرحلة العلاج مدة 5 شهور. طبعا قمت بتركيب قطعتين اللي هي يد إلكترونية ويد تجميلية، وقمت بعملية علاج طبيعي كثيف على اليد اليسرى، لأن الحمد لله استرجعت يعني نقدر نقول لك نسبة 80% من شغل اليد، والحمد لله يعني الوضع الحمد لله يعني على كل حال تحسن الوضع يعني نسبة عالية جدا. طبعا لا يفوتني أن أشكر لجنة رعاية الجرحى في كندا والمتمثلة في الدكتور برئاسة الدكتور فتحي بزقية، وطاقم الدكاترة اللي هم الدكتور محمد الصيد والدكتور صالحي الغرياني والباشمهندس محمد النجمي. حقيقة كان لهم دور فعال جدا جدا في العملية التنظيمية واستجابة الجرحى ومتابعة التغطية الطبية والإدارية وغيرها. طبعا لا يفوتني أن أشكر الجالية الليبية المقيمة في كندا، جالية عريضة جدا يعني حقيقة كان لهم التفافة جميلة جدا على المصابين، وكان لهم بصمة جميلة جدا جدا، فمشكورين. وطبعا نحب نوجه نداء إلى وزارة الصحة المتمثلة في الدكتورة فاطمة الحمروش، أن يكون بقدر المستطاع المبتورين اللي في ليبيا يتم توجيههم إلى كندا. هذه ساحة رائعة في العلاج الطبيعي وفي الأطراف وفي تهيئ المصاب على القطع وغيره، يعني علاجهم مستواهم الطبي بصفة عامة عالي في الأطراف. فأنا أرجو رجاء خاص من وزارة الصحة المتمثلة في فاطمة الحمروش، أو إذا كان تم تغيير وزارة الصحة أن يهتموا الدولة، يعني يوفدوا أكثر عدد من المبتورين بالذات إلى دولة كندا، لأن فيها علاج طبي عالي جدا جدا. وفي الختام طبعا نكرر شكري للجنة لجنة رعاية الجرحى في كندا ولجميع الجالية الليبية في كندا. لكم مني جزيل الشكر وبارك الله فيكم ومشكورين، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله. لا مركز عليه راح. أنا مركز عليه بدي. خش بالكاميرا. الله أكبر. ماشيين للغالي يا شيخ، للغالي. بالسلامة.